السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب الماجيكو. هو إمام عاشور أهلاوي ولا زملكاوي؟ يعني أهلاوي طب القيم والمبادئ، زملكاوي طب نادي الوطنية والكرامة. بص يا غالي، أنا هلخص لك الليلة دي كلها في الكام دقيقة اللي جايين دول ومش هطول عليك خالص. بس بالله عليك لو بتشوفني وما اشتركتش في القناة بسرعة بقى اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش بقى أحلى لايك، عايزين بقى الفيديو ده 1000 لايك كده و10000 مشاهدة وعايزينه يلف اليوتيوب كله. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي الغاليين، إمام عاشور أهلاوي ولا زملكاوي؟ بص يا باشا، إمام عاشور لما كان بيلعب المفروض ان هو بيلعب في ميتلاند، ولما نزل بعد لما نزل مصر بعد الإصابة تواصل مع مسؤولين النادي الأهلي وقعد مع مسؤولين النادي الأهلي ومضى للنادي الأهلي. تقول لي ايه ده؟ مضى للنادي الأهلي، خلاص الموضوع خلص. بس عشان اريحك، امام عاشور مضى للنادي الاهلي. المواضيع ده جت ازاي؟ جت زي ما هقول لك كده. في الاول كان اتصال كده خفافي بيجسوا نبضه، ايه الاخبار، تلعب ما تلعبش. الراجل ما قفلش الباب وقال لك انا تمام ما عنديش اي مشكله خالص. بعد كده عرضوا فيديوهاته على مارسيل كولر. مارسيل كولر بص على فيديوهات امام عاشور واداهم موافقه ان هو فعلا محتاجه، خصوصا في ظل ان هو كان عارف ان كده كده حمدي فتحي ماشي وفي عروض كتيره قوي فرنسيه لاليو ديانج فبرضه هيمشي. فانت كده هيبقى عندك نص الملعب في مشكله في النادي الاهلي، مروان عطيه، السوليه، وطبعا لازم تبقى محتاج حد جنبهم ملهاش حل. طيب نجيب امام عاشور ولا بوبو ولا محمود حماده؟ لا، هو امام عاشور اولهم. بعد لو امام عاشور فكس والدنيا خربت خالص هيبقى بوبو، بعد كده محمود حماده علشان اريحك خالص. طيب امام عاشور ازاي يا كابتن؟ امام عاشور ازاي حضرتك؟ ده يعني ده شتم صالح سليم وليه الاغنيه المشهوره والدنيا والحوارات دي كلها. انت بتقول ايه يا باشا؟ يا باشا بقول لك هو كده واسمع مني بقى. بص يا باشا، امام عاشور بعد ما عمل الحوار ده وغلط والكلام ده وليه الواقعة الشهيرة جدا مع وليد سليمان، هو بعد كده طلع اعتذر وراح بس على راس وليد سليمان وانا اسف يا جماعة، واعتذر لجمهور النادي الاهلي كله بعد اللي هو عمله ده كله وكلنا عارفين كده. طيب هل ده يشفع له او يغفر له؟ طب ارجع كده شوية بالشريط، ارجع كده، نرجع كده مثلا لمؤمن زكريا، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، لما كان بيلعب في الزمالك شوف له كده فيديوهات كان بيعمل ايه وكان بيشاور ونعمل ايه. طب ارجع كده الكهرباء لما كان بيلعب في الزمالك كان برضه بيشاور لجمهور الاهلي وبيعمل ايه. طب بلاش دي، ارجع لياسر ابراهيم اللي هو بيلعب دلوقتي واحنا طبعا مسميينه الراجل، والراجل فعلا على قد المسؤوليه، هو ومسعد عوض في فيديو كانوا بيعملوا ايه. بص يا باشا، في حاجة كده في النادي الأهلي أو في حاجة كده في حتة كرة القدم كده اسمها إيه؟ صفقات الإقلام. عارف يعني إيه صفقات الإقلام؟ دي صفقات الإقلام أو تقدر تسميها صفقة القفا لا مؤاخذة. محمود الخطيب إدى لمرتضى منصور 3 أقلام قبل كده. أولا أول قلم طبعا بتاع كهربا، وبعد كده قلم مروان عطية، وبعد كده قلم القندوسي. فخلي بالك إن إمام عاشور ده قلم رابع. فدي صفقة كده تحمل معنى لا مؤاخذة القفا أو القلم، حطها تحت الشعار ده. دي حاجة. الحاجة التانية ان اللاعب لما بيجي النادي الاهلي بيتطبع بطبع النادي الاهلي، بينسى القرف اللي كان عايش فيه لا مؤاخذة يعني يا جماعة. يعني خليني اقول لك، هو كهربا دلوقتي ماشي بطريقته باتيتيودو بكل الكلام ده بأدبه بأخلاقه بكل الحاجات دي، هي نفس الطريقة اللي كان بيتعامل بيها في نادي الزمالك خالص يا باشا. اللاعب بيجي في النادي الاهلي لازم يلتزم ويبقى بص يمشي على الحديد، بص يمشي كده زي المسطره والا هياخد الرجل. وهو ده على فكره اللي بيعجب اداره الاهلي، وهو ده اللي مع مبادئ النادي الاهلي، وهو ده اللي مع جماهير النادي الاهلي. احنا مش زي جماهير نادي الزمالك، احنا اللاعب اللي بيجي يا اما بيلعب وبيأدي وبيبقى قد التيشيرت الاحمر لا مؤاخذه كده اللي هو لابسه وبيجيب بطولات والقاب، ده اللي يتشال فوق الراس. الناحيه التانية ما بيعملش كده. الناحيه التانية اللي بيتشال فوق الراس هو اللي بيطلع يسف على جماهير الاهلي، اللي بيطلع يسف على على النادي الاهلي، اللي شوطه تصريح كوبري. هو ده اللي هم عندهم، لان هم ما عندهمش القاب ولا حوارات من دي. هم اللاعب اللي عندهم اللي بيكبروه مثلا زي شيكابالا ده ما فيش يابا، ابيض على الله، بس هو ايه، اسطوره عشان بنطلع نشتم في الاهلي ونطلع نجعر ونطلع نشاور للجماهير. غير كده على الله يا باشا. ما هو ده الفرق بين جمهور الاهلي
الاهلي وجمهور الزمالك. فما تاخدش حته امام عاشور ان هو لا ازاي وشتم وعمل، لا يا باشا، خدها في حته ان احنا بنتكلم في دي صفقه قلم وانت فعلا محتاجه، وانت دلوقتي في عصر الاحتراف. انا عارف ان في جماهير الاهلي هتبقى معايا وفي جماهير هتبقى ضدي، بس انت حكم العقل. انت دلوقتي حكم العقل، انت دلوقتي فعلا محتاج لاعب في نص الملعب. هتقول يعني هو جات على امام عاشور، طب ما انا اجيب لاعب من بره. لا ماشي، انا معاك ما فيهاش مشكله، لو توفر البديل الكويس اللي هيبقى احسن منه اكيد الاهلي هيجيبه. وسيبك بقى من الكلام الاهبل اللي قاله مين، خالد الغندور، اللي طالع يقول لك اصل محمود الخطيب هو اللي كلم مين، امام عاشور، وهيدفع فيه 50 مليون. 50 مليون مين يا حضرتك؟ ده احنا النينجا بجلاله قدره مجدد ب 13 مليون. انت بدون هو بس خالد الغندور بيعمل حوار وبيسخن السوشيال ميديا وبيقلب السوشيال ميديا على مين، على اداره الاهلي وعلى كابتن خطيب، علشان ايه، نفرقع الصفقه دي، علشان في الاول وفي الاخر هم عايزينها. تمام. انما زي ما بقول لك كده يا باشا، انت كاحتياجات في الملعب انت فعلا محتاجه. على فكره انت امام عاشور بيلعب باك رايت حلو جدا، وبيلعب في نص الملعب حلو جدا. الراجل اتجرب في منتخب مصر في البوزيشن ده وفي البوزيشن ده، الراجل بيدي في البوزيشن ده والبوزيشن ده زي الفل. تمام. علشان كده بقول لك لو توفر بديل تاني ما فيهاش مشكله هنجيبه، انما لو ما توفرش خلاص هيجي يا باشا. وزي ما بقول لك انت في عصر الاحتراف، اللاعب اللي بيجي النادي الاهلي بيتعامل بتيشيرت النادي الاهلي، بيتعامل بطريقه واسلوب النادي الاهلي، ماشي، واتيتيود النادي الاهلي. تمام. هتقول لي بقى اصل صالح سليم اصل مش عارف ايه، زي ما شرحت لك كده يا غالي، وقلت لك خلي بالك ان زي ما بقول لك في الاول وفي الاخر اي لاعب، واديتك امثله وقلت لك ان اي لاعب بيلعب في حته معينه طبعا بيبقى علشان يتصيد، علشان بيبقى حماس زياده، الكلام ده كله ممكن يقول حاجه كده ولا كده. خلي بالك انا ما بشجعش الغلط وما بشجعش اللي يغلط في النادي الاهلي ولا اللي يغلط في جمهور النادي الاهلي خالص على فكره، ولا حتى بشجع اي لاعب من النادي الاهلي انه يغلط في جمهور المنافس. انا ضد الكلام ده خالص يا جماعه، بس عشان نبقى عارفين. بس زي ما بقول لك انت فعلا محتاجه، انت محتاجه. واللاعب طلع اعتذر لجماهير الاهلي كلها، وطلع اعتذر لوليد سليمان. تمام. فاحنا مش عايزين ايه نكبر الموضوع على الفاضي، وايه الاعلام بتاع الزمالك يقول لك اصل القيم والمبادئ ودول نادي القيم والمبادئ وفين ومش عارف ايه وبتاع، ويقعدوا ايه يشيلوكم من الاداره ويشيلوكم من النادي. سيبك يا باشا من كل الكلام ده خالص، والكلام ده كله فستك. هاجي ليك بقى للناحيه الثانيه اللي هو ايه، نادي الوطنيه والكرامه، نادي الزمالك. بص يا باشا، نادي الوطنيه والكرامه دي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومع في نفس الوقت كده نادي الوطنيه والكرامه دونت ميكس كده. خلاص انا خلصت، دونت ميكس يا باشا. ما هو ما ينفعش تقول لي وطنيه والكرامه او رئيسك مرتضى منصور، ما ينفعش. وطنيه والكرامه ازاي حضرتك؟ وطنيه والكرامه ازاي؟ وطنيه والكرامه في باتشيكو اللي هرب وبعد كده رجعت جبته، فيريرا اللي عمل لك مشكله وعمل لك حوارات وبتاع وبعد كده رجعت جبته. تمام. رئيس النادي اللي هو مرتضى منصور اللي بيشتم الجمهور كده عين عينك. تمام. اللعيب معين اللي رفع الجزمه في وش الجمهور، اللعيب اللي بيطلع بيرمي التيشيرت في الارض، اللعيب اللي بيتف على الجمهور. كل ده يا باشا انا مش عايز بس ايه اجيب اسماء لعيبه علشان يعني الله ستار حليم. يعني ازاي بقى حضرتك وطنيه وكرامه وبتتكلم في ايه؟ ما ينفعش يا باشا تقول لي وطنيه وكرامه مع مرتضى منصور، دونت ميكس، عشان بس ايه يبقى الموضوع ده كده يا جماعه خلص. ما ينفعش بجد، ما ينفعش تقول لي الكلام ده خالص. هم بقى عاملين كل البوليكه دي علشان يرجعوه. طب ما انت يا باشا لو كنت هترجعه مشيته ليه؟ ما انت اصلا مشيته علشان كنت بتتلكك له انه وقف يتكلم مع كهربا في اللقطه الشهيره اللي كلنا عارفينها في ماتش الاهلي والزمالك، وتلككت له وقلت اصله مش عارف ايه وهو مش بيأدي واحنا هنبيعه وبتاع، وبعته الميتلاند وقبضت ثمنه خلاص. دلوقتي انت عايزه، انت بقى بتتكلم في ايه يا باشا؟ وكابتن خالد الغندور اصل مش عارف ايه 50 مليون وبيشيل الدنيا كلها وبيشيل جماهير الاهلي من الاداره. انت بتتكلم في ايه يا باشا؟ مفيش يا باشا الكلام ده خالص. وزي ما بقول لك بس كده عشان تبقى عارف، هو امام عاشور خلاص مضى للاهلي، خلصانه، هو مضى للاهلي على فكره. بس عايز اقول لك هو مش شرط انه مضى للاهلي انه يلعب للاهلي، عشان بس نكون متفقين. ممكن ان يعني الاهلي يفكس الليله في لحظه. تمام. وخلي بالك ما هو قبل كده عملها شيكابالا، ما هو شيكابالا قبل كده مضى للاهلي وفي الاخر الاهلي ايه قطع العقد وكأن شيء لم يكن، علشان احنا ايه لمؤاخذه متربيين وايه ملناش في اللاوع. قطعنا العقد ويا عم خلاص ارجع زي ما انت وخلاص مع نفسك. جمال حمزه نفس الحوار، مضى
وبعد كده قطعنا العقد وسلام عليكم يا عم، خلاص اتكل على الله، طالما انت خلاص مش عايز تتحرك من الزمالك براحتك، احنا مش بتوع الكلام ده خالص. فزي ما بقول لك صفقة امام عاشور هو في الاهلي، بس حطها تحت خط، تحت 10,000 خط كده، اللي هي صفقة اقلام، صفقة قفا. واللاعب لما بيجي في النادي الاهلي بيلعب وبيأدي والاهلي بيستفيد منه 10 اضعاف، ولينا في كل اللي فاتوا دول تمام امثله. كهربا جه عمل لك ايه؟ هداف بطولة افريقيا دلوقتي اهو يا باشا، احنا بندافع عنه. ودلوقتي حضرتك هو هداف خلاص اكتر واحد سجل اهداف مع مارسيل كولر اهو، 13 جول. الراجل بسم الله ما شاء الله متألق. ياسر ابراهيم جددنا له خلاص والراجل ما عندوش مشكله، والدفاع صخره. قبل كده مؤمن زكريا ربنا يشفيه يا رب ويعافيه، جه تألق وكسر الدنيا مع النادي الاهلي. فبص يا باشا، ما تاخدش زي ما بقول لك ما تحطش البيض كله لا مؤاخذه في سله واحده. تمام، في صفقات كده زي ما بقول لك بتبقى صفقات من الاخر كده اقلام، وبتبقى الاهلي عايز يوصل بيها رسائل معينه لسياده الموسيقار. اهم حاجه ان الصفقه تيجي تأدي تمام وتعمل اللي عليها. ماشي، ما عملش اللي عليه الاهلي يا باشا بيقول له سلام عليكم واشوف وشك بخير.